السلام عليكم يا حبايبي، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده جايه اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا جدا جدا. وقبل اي حاجه نصلي بينا كده على النبي، وعايزين كمان ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. تمام. قبل اي حاجه بقى عايزين نتكلم في موضوع مهم. الموضوع المهم اللي انا جايه فيه اتكلم النهارده هو موضوع يخصنا كلنا. موضوع يخص يمكن مش هقول مصر بس، ده العالم كله. موضوع الغلاء. النهارده سيادة الوزير رئيس الوزراء اتكلم في موضوع الغلاء ده وقال حاجة مهمة قوي. قال اللي بيشتكي من أي غلاء يبلغ. طيب ما حضرتك احنا بقالنا كتير قوي بنبلغ. احنا كنا بنبلغ، هو ممكن كمان ما بيقولوش حاجة واحدة، هو بيقولك حاجتين. بلغوا يا إما الحاجة الغالية ما تشتروهاش. طب ما أنا مش هشتري ده ومش هشتري ده ومش هشتري ده لأن كله غالي. طب طبيعي بيتنا بقى فاضي. كل حاجة بتغلى 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 ومش عارفين رايحين فين. هاجي بقى على نقطة اللي عايز حاجة يشتكي، يعني لا حاجة حتة، يعني مثلا لقيتي حاجة في مكان معين غالية اشتكي. تمام. طب ما احنا بنشتكي، احنا عمالين نشتكي بقالنا سنين. احنا اشتكينا ايام الفراخ لما كانت ب15 جنيه، النهاردة وصلت 45 جنيه. كنا بنشتكي ايام كرتونة البيض كانت ب30 جنيه، النهاردة وصلت 80 و85 جنيه. كنا بنشتكي ايام اللحمة لما كانت ب80 جنيه، النهاردة وصلت 200 جنيه. حضرتك ادخل الفيسبوك، تمام، اقرا المنشورات، الناس بتشتكي. بتشتكي بقى على ايه؟ بتشتكي على حاجات بسيطة، يعني الناس الناس غلابة والله. بتشتكي ان كيس الرز بقى غالي، كيس المكرونة بقى غالي، كيس السكر بقى غالي. تمام. هات لي حد كده قال الجمبري غالي، ولا السيمون في ميه غالي، ولا مثلا كيلو البسطرمة بقى غالي. الناس ما بتجيبهاش. الناس كتير ما بتجيبش الحاجات دي. الناس بتدور على الحاجات الأساسية البسيطة. تمام. حضرتك أنا مش يعني أنا مش ملزومة إن أنا أجي أشتكي. لا مش ملزومة. أقول لك ليه. حضرتك عندك جهاز معين أنت موكله إن هو يظبط الأسعار، يراقب السوق. فين هم؟ فين هم من حماية المستهلك؟ فين جهاز حماية المستهلك؟ لما أروح مثلا عند بقال أشتري منه علبة السمنة المعروفة دي، انا اشتريتها مثلا ب40 جنيه، وفي ناس قالت ان هي بتتباع ب37. كمان المشكله ان هي علبه السمنه كيلو، افتحها الاقيها نص كيلو. طب انا حمايتي انا كمستهلك فين؟ فين من الجشع؟ فين من السرقه؟ فين من الاسعار الغاليه؟ فين من كل ده؟ تمام. طيب الحل بسيط وحضرتك في ايديك الحل. الحل ايه؟ هقول لحضرتك، ومتهيألي احنا قلنا كتير. الحل ان حضرتك اي مصنع ينزل اي سلعة يبقى عليها السعر بتاعها. تمام. نزل لي السعر بتاعها مطبوع عليها، وممنوع اي حد يلعب في الاسعار. هي السلعة كده اللي هتنزل من المصانع بتمنها الناس هتشتريها، وهو كل واحد في قلب محل البقالة بتاعه او السوبر ماركت عارف هيبيع بكام وعارف نسبته ايه، فمش هيبقى فيه لعب في الاسعار. دي حاجة. الحاجة التانية، هتقولي الاسعار بتغلى وهو هيقول الاسعار غليت. طب ماشي حضرتك، انت خدت الحاجة دي من قلب المصنع بالتمن ده وانت كسبان فيها. غلت بقى ان شاء الله انت جايبها ب10، تغلى 20، تغلى 40، هتبيع برضو بال10 اللي انت اشتريت بيها اللي مكتوب عليها. مفيش مفر، انت كسبان كسبان. بس هي دي، هي ده، هو ده الحل. تسعيرة. الناس الغلابة تلاقي لقمتها. حقهم، حقهم، هم ضايعين من كل ناحية. كل حاجة عمالة تغلى عليهم. هو معلش يعني انت حضرتك بتيجي تكلمني مثلا في نقطة ايه؟ على غلو الاكل وكلام من ده. طب ما انت غليت في التموين. غليت، ما هو ما انت لما بتغلي التاجر برضو بيغلي. تمام. غليت عليا كهرباء، غليت عليا غاز، غليت عليا ميه، غليت عليا كل ده. طب ما انت كمان بتزود اهو. انت يعني انت بتقول ايه اللي الحاجه الغاليه والحاجه؟ طب ما انت بتغلي علينا يعني اضعاف مضاعفه. فبالتالي كل واحد هيسرق من ناحيه تانية وهيغلي من ناحيه تانية. ليه؟ لانك انت دلوقتي لو انا الواحد صنايعي مش موظف، بينزل مثلا ارزقي بقى على قد حلو، بيجيب هنا لقمته ومن هنا شغله ومن هنا ومن هنا. النهارده هو لما بيلاقيك انت بتغلي، ما هو بيغلي وهيغلي عليا.
اصبح الغلا دلوقتي دايره احنا فيها مش عارفين نخلص منها. اظن السباك مش ايه، مش مسعر، اظن الكهربائي مش مسعر، الميكانيكي مش مسعر. طب كل الناس دي ما هي برضه ما هي مغليه كمان. ما انت بتغلي من ناحيه عليهم ميه وكهرباء، طب ما انت الاساس في الغلاء. انت دلوقتي الاساس في الغلاء. احنا عايزين بس حاجه واحده بس، ضبط اسعار السوق، عشان الناس الغلابه اللي بتنزل. انت ما بتشوفش حد، انت ما بتنزلش اسواق حضرتك. معلش، ما انت قاعد في مكاتب، لكن لو نزلت مثلا سوق وشفت الناس، انت عارف الناس بتاكل ايه؟ اقول لك بتاكل ايه، انا بشوفهم بعينيا. عارف تقطيع الجبنه الرومي اللي هي بتتباع دي، معلش يعني بتترمي للقطط، الناس بتشتريها تعملها سندوتشات لعيالهم. هو اللانشون المقطع. تمام. انت عارف الجاتوهات اللي هي بتبقى تقطيع الجاتوهات اللي بيترمي في قلب المحلات، الناس دلوقتي بتبيعه في الاسواق والناس بتقف تشتريه. ونرجع نقول بقى ايه الامراض بتيجي منين؟ طب ما هي الناس عايزه تاكل، فبتلاقي اي حاجه بتاكلها حتى لو مضره بالصحه بيجيبوها، عارفين انها بتجيب الامراض وبياكلوها. عايزين يدوقوا الجاتوه طعمه ايه، عايزين يدوقوا الجبنه الرومي طعمها ايه، عايزين يدوقوا اللانشون، عايزين يدوقوا ده ويدوقوا ده، زي ما شايفينها قدام عينيهم. هم شايفينها حلوه قدام عينيهم بتتباع، لكن هم مش عارفين اضرارها. اضرار تقطيعة الجبنه الرومي اللي هي على الحرف دي اللي بيجيبوها وياكلوها، مش عارفين اضرارها ايه. الناس مهما وعيت ما مفيش، مفيش. عايزين ياكلوا، فاللي بيلاقوه رخيص الناس بتاكل وبتمشي امرها. يعملوا عيالهم سندوتشات، يعملوا ده وهي ماشيه والدنيا ماشيه. الناس غالبا ماشيه في الشارع ما مش عارفين يعملوا ايه، بيمشوا نفسهم باي حاجه، بشويه هياكل اللي هو العظم ده بتاع الفراخ، بيجيبوه يطبخوا عليه، يعملوا عليه شوربه ويعملوا ملوخيه، يعملوا اي حاجه، المهم الناس بتاكل وخلاص. وترجعوا تقولوا الناس معاها منين؟ تدوهم انتوا ايه؟ قول لي انت مرتباتهم ايه، ولا بتدوهم، ولا معاشاتنا ايه؟ ها؟ حاسبونا، واحنا لو احنا والله العظيم مستعدين للمحاسبه. واللي كده انت بتدينا كام معاشات، والناس تعمل ايه؟ الناس الغلابه الكبيره دي اللي في السن ياخدوا كام؟ ولا مثلا لو واحد مريض بيصرف قد ايه على علاجه، تعالى شوف العلاج بكام، وانت تعرف ان الناس تعبانه وخلاص فاض بيها. انت بقى بتنزل الاسواق دي؟ لا، انت ما تنزلش. هيبقى قاعد في مكتب مكيف مثلا، وتقعد مع ناس في النوادي، عارف بياكلوا ايه وبيعملوا ايه، ما انت مش عارف الناس التانية بتاكل ايه، لكن انزل عيش عيشتهم يوم، وانزل وسطهم وشوف بياكلوا ايه، وكل من اكلهم. كل من الطعمية اللي مقلية بزيت العربيات، كل من الفول اللي معرفش على الالوان وبياكلوا منه. شوفوا العصير اللي بيتباع في قلب الاسواق والناس واقفه تاخد منه، الفراخ والهياكل والرجلين اللي مش عارفه ايه وتقطيع الجلد والكلام ده الناس بتجيبه وتاكله. اه، بياكلوا الحاجات دي. انا بشوف بعيني الحاجات دي والناس اللي واقفه تاخدها. حضرتك بقى فين من كل ده؟ احنا ما بنقولش احنا عايزين ناكل ديك رومي، مش عايزين الحاجات ديت، احنا عايزين والله ابسط حاجه، نرخص لنا الاكل اللي هو البسيط، عايزين نلاقي حاجه لقمه نظيفه ناكلها بس. لكن حضرتك تيجي تقول لي الحاجه الغاليه ما تشتريهاش، ما بشتريش والله، ما انا بقى هشتري منين؟ اركن، اركن، ما بقتش اشتري حاجه. بيتنا بقى فاضي الحمد لله. الحمد لله، بنقول الحمد لله، بنقول الحمد لله عشان بنحب بلدنا. لكن احنا عايزين نعيش مستورين. ممكن ولا لا حضرتك تظبط الاسعار؟ انزل اظبط الاسعار شكرا، مش عايزين حاجه اكتر من كده. وكتر خيرك ان انت حاسس بينا ان احنا نشتكي، بس الشكوى لغير الله مذله. السلام عليكم.